ليه القانون ما بيتنفذش بمجرد موافقة مجلس النواب عليه؟ السلام عليكم. ناس كتير بتسأل ليه التعديلات بقانون الإيجار القديم أو غيرها من أي قانون بيصدر اللي بيوافق عليه مجلس النواب ما بتتنفذش فورا؟ ليه بيحصل تأخير في التنفيذ الفعلي للقانون بعد جلسة التصويت بالموافقة من مجلس النواب؟ والإجابة هنا مش هتكون بس عن توقيت، ده عن نص دستوري وإجراء إلزامي. الحقيقة إن البرلمان مش هو المحطة الأخيرة في طريق إصدار القانون. بعد ما بيوافق مجلس النواب على مشروع قانون بيتم إرساله إلى السيد رئيس الجمهورية، وده إجراء طبيعي ومنصوص عليه في الدستور المصري المادة 123. المادة دي بتقول نصا لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. يعني من حق رئيس الجمهورية بمجرد ما يستلم مشروع القانون إنه يصدره بعد المراجعة والتأكد من كافة بنوده ومواده، أو يعترض عليه ويرجعه مرة تانية لمجلس النواب. طيب هل القانون حط توقيت معين لحدوث هذا الإجراء؟ الدستور بيدي رئيس الجمهورية مدة 30 يوم، يعني لرئيس الجمهورية مدة شهر كامل لممارسة دوره الدستوري سواء بالتوقيع أو بالاعتراض. طيب نفترض إن المدة دي عدت ومفيش توقيع ولا اعتراض، ساعتها الدستور بيقول فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. يعني لو عدت المهلة ديت بيعتبر القانون نافذ بشكل تلقائي ويتم نشره في الجريدة الرسمية، وده في الحالة اللي ذكرناها لحضراتكم إن هو لم يرد موافقة أو اعتراض من السيد رئيس الجمهورية خلال ال 30 يوم من تاريخ إبلاغه. والمدة دي بالنسبة لقانون الإيجار القديم اللي تم تعديله بمشروع القانون اللي أقره مجلس النواب هي اللي احنا فيها دلوقتي، منتظرين فيما يخص قانون الإيجار القديم إما يتم الموافقة عليه أو يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعود القانون لمجلس النواب. الخلاصة الدستور أعطى رئيس الجمهورية حق مراجعة مشروعات القوانين قبل إصدارها، ومفيش قانون بيبدأ تطبيقه إلا بعد ما يمر على هذه الخطوات. وده مش تأخير ولا حاجة، ده ضمان دستوري لسلامة المسار الإجرائي والتشريعي. في الفيديو القادم هنتكلم عن فكرة الاعتراض نفسها أو إيه السيناريو اللي ممكن يحصل لو تم الاعتراض على القانون. ماذا لو قرر رئيس الجمهورية عدم الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم أو أي قانون آخر بيقوم البرلمان بإقراره؟ إيه اللي بيحصل؟ وهل يقدر البرلمان يتخطى هذا الاعتراض؟ تابع معانا واشترك في القناة لو مهتم بنوعية المحتوى القانوني اللي بنقدمه، وتمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد، وفي أمان الله.